بديل سبايدر مان اليمن. بدنا انا بدلها، بس خلينا نشوفه. الله يرحمك يا البقع، الله يرحمك رحمة الأبرار. نبدأ بسم الله. رحمة الله عليك يا القعقاع، القعقاع الله يلي يرحمه. توفى آخر فترة. سمعتوا أكيد هذا الخبر، كان ترند كتير، اللي هو كان يلف حوالين فوهة البركان يعمل حركات بسرعة مو طبيعية. كانوا يسموه سبايدر مان اليمن، لهاي الدرجة كان يسوي أشياء خطيرة، سموه سبايدر اي والله انه يستاهل الاسم هذا واكثر، لانه ما شاء الله عليه ولد موهوب وشجاع نفس الوقت. بالآخر يعني للأسف صار إشي معه غلطة صغيرة ولا زي إنه في ناس بيحكوا حية لدغته وهو ماسك بصخرة، فترك الصخرة أنتوا شفتوا اللي صار. شوف الصخرة اكتسرت حية، فأنا على ما أظن حية جد، لأن الصخرة عند حرضها، ما فيش حاجة إن الصخرة تنكسر أو والولد هو متمارس، يعني متمرس لهذا الشيء وهذه شغلته، فما أظنش إنه أتفلت يدها وإنه ما أقدرش يمسك. يعني الحل القريب إني حية، لأنه كان جنب شجرة، فهمت هكذا، أو عشب. ما راح اورجي الفيديو اكيد، لانه انا اخر مره على فكره لما حكيت عليه سووا الفيديو زائد 18، ومع انه ما في اي شيء، يعني ما ورجيت حتى اللقطه وهو عم يوقع، بس سووا الفيديو زائد 18 وعملوها. يا اخي بعض الاحيان اليوتيوب ما انا قوانينها يقهرينك، صح؟ ما تدريش ايش يشتوا. نعمل فيديو غلط ولا يفعلوا لنا اي انذار، نعمل فيديو صح يعملوا لنا انذار، ما تدريش ايش اليوتيوب. بعض الاحيان اقسم بالله قوانينه خر. قصه كبيره. اما تحكي عن الفوفو بويز عندهم هون باليوتيوب، تأيد الفوفو بويز وتحكوا الفوفو بويز فنانين، يخلوا لك الفيديو امورك طيب عادي يعني جدا. اذا انت حتى يعني فوفو بوي بتطلع بتقعد تورجي اشياء ايش هذا يا مازن؟ ايش حصل؟ الفيديو امورك طيب عادي يعني جدا. اذا انت حتى يعني فوفو بوي بتطلع بتقعد تورجي اشياء عادي، بس انه بتحكي على مواضيع زي هيك عم بتصير اخبار ما شالومش، انا ما شالومش، لانه صدق قوانين اليوتيوب والله اني خر في خر، ما تعرفش ايش يشتوا. وزائد 18. لحظه شوي ليه بتحكي عن الموضوع ليه؟ يوتيوب بدنا نحكي عن الاخبار اللي بتصير يا زلمه، شو مالكم علي انا ماسكين فيني؟ خلاص خلينا ساكتين، انا قاعد شوي بتفشش، لاني كمان في شغله ثانيه بدي احكي عنها غير القعقاع. بدنا نرجع لهذا الموضوع، شغله انه شو قصه المنتخبات العربيه. انخزينا يا جماعه، انخزينا. قطر شو القصه؟ كسر واحد رجل لاعب كندي حرفيا، يعني يا الله شو صار فيها؟ لا رجله حرام، زعلت عليه. شو القصه الاردن؟ شو عم بيصير؟ لا مش يعني شيء بزعل. لا انا ما بطلت بدي احضر مباريات، ما بدي احضر خلاص. شو بدي بهالقصه اقعد انا احضر مباريات انكد على حالي؟ المهم خلينا والله انه صدق، يعني لا تنكد على حالك، وكمان مفيد لصحتك، لانك ما توجع قلبك وتضر صحتك في تشجيع الدول العربيه. هلا نرجع لموضوع القعقاع. ليش انا فتحت سيرته؟ لانه بعد ما راح الشهيد القعقاع اجى واحد جديد اسمه العقرب كامل، تنزل لها كل الاماكن لحد ما تلقى قاع. هذا الكلمه يشجع يموت عندنا قد ما الله يرحمه. لا اله الا الله. ما راح اورجي اكثر من هيك، ما راح اورجي اليوتيوب، انا اسف والله بعتذر منكم، ما ورجيت شيء، ما ورجيت شيء، بس ورجيت شكله. هذا الجديد اللي اسمه العقرب، اللي بده يصير يسوي الحركات اللي كان يسويها القعقاع. المشكله انه الناس عم تضحك، الله يرحمه. يا عمي انقذوا لهذا الشاب قبل ما يصير فيه زي ما صار بالقعقاع. طب خليه على الاقل يلبس سيفتي جير، يعني يكون لابس إشي عشان لو صار مسار لا سمح الله يضل عايش، ما يصير فيه زي ما صار بالقعقاع. المشكله التعليقات، شوفوا لي التعليقات. المرحوم الجديد لما لا حول ولا قوه الا بالله، حياك الله، اتقوا الله تفضحون امام العرب. انت قصدكم دحين لما تعلق وتكون فكاهي في التعليقات، انه عايجي صانع محتوى من هذاك اللي يشيل التعليقات ويفعل عليك فيديو ويفعل. والله ما يجي لك الا كمان قواد يفعل لك المحتوى هذا. وابن الناس عين تقدكم يا ابن الحلال، يا اخي الفكاهه في هذول الحاجات ما يصبرش، يا انك تنصح يا انك لا تعلقش بخباله. علق عند القوادين الذي عندهم محتوى تافه، خيبه لقدك هذاك، بس الله يهدينا. بس يسقط صوروا لنا زي الناس، مش تبعدوا الكاميرا. يا اخي حرام عليكم يا اخي. يعني في واحد كاتب كمان اقسم بالله تخلف، يعني جد صراحه معه حق يكتب هذا التعليق، تخلف. وين قاعدين هيك انتم بتشجعوا فيه ويلا روح؟ ما بيصير هيك، نحن نقعد نشجع فيهم يا اخي، قاعد بيشجعوا فيه ولا كانه في شيء، وبيضحكوا انه المرحوم هذاك راح هلا اجى العقرب هذا الجديد.
ما في شيء بيضحك بالموضوع. لما يموت وقتها عيلته راح تزعل، اصحابه حيزعلوا، ناس كتير راح تزعل زي كيف زعلنا على القعقاع. فننقذه من هلا احسن من ما انه نوصل لمرحله انه لما يموت نحن نقعد نزعل. من هلا وقف اخوي، اذا انت قاعد بتحضر الفيديو العقرب دقيقة كمل. بدي اسمي الفيديو شكلي عنك، يعني انا الفيديو هذا عن منشنات، بدي اشوف منشنات، بس الفيديو حيصير بس اسمه عنك عشان تنتبه عليه وتشوفه. اذا عم بتشوف هلا الفيديو وقف، لا تسوي هالاشياء وانت مش لابس اشياء سيفتي، لازم تكون لابس اشي يحميك. حط. شوف يا ابن الحلال، شوف يا اخونا مازن، انت قصدك لو ما يلبس حاجه او حتى لو يمسك حبل او ما حد يشجع، يقول هذا لا اي واحد يعملها. ثاني حاجه لو يلبس اي شيء، قصدك انه اسلم. شوف الحرضه من فوق موسوعه هكذا، انت لما تشوف لتحت موسوعه، بس لما تجي تنزل هكذا تضيق يعني تنضاق هكذا وتتصغر او تتحوص، بدي تضيق. بتشوف البركه وهي هكذا ضيقه والباقي صخور، فاهم علي؟ من عند البركه من نازل وسع، فهم؟ يعني هي معقده، فلما يقفز او يطحس قصدك انه ينزل او يسقط للبركه. باقي صخور لاني ضيقه قلت لك من تحت ومن فوق، يعني وسع من عند البركه ومن تحت وسع. فحتى انت لو تمشي من الطرف لا وما تنبع وتحاول انك تسقط للبحر ما عاد تسقطش، المياه اللي في البركان ما عاد تسقطش، عاد تسقط للصخور بعدين اين؟ للبركه. والله لو يلبس ايش ما يلبس، والله انه يموت، والله انه يموت. وفوق هذا صح، وفوق هذا كله اقوى سباح في العالم معه 10 دقائق وعند البركه. ليش؟ لاني ما فيش اكسجين، كتمه، فهمت؟ فاذا نفسك قوي صبرك هذاك القوي 10 دقائق. وعاد فوق هذا كله سمعت انا من الغواصين ان في ثعابين وفي حشرات وفي، يعني انت حتشوف اهوال الدنيا في البركه، فاهم؟ يعني انت ميت لا محاله. لا تحاول انك تكون هذاك. ممنوع من الاخير، ممنوع ولا يلبس اي حاجه. حبل، اعمل اي شيء، ولا انك هيك تطلع تعمل لنا هاي الحركات والناس بيشجعوا فيه. المشكله هذا العقرب هذا بديل القعقاع. ارحب يا بديل القعقاع، ارحب والله نحن عم نبلغ فيك والله. بديل القعقاع في حرب الدم. حياكم الله. هذا بديل القعقاع. ها هذا العقرب. هكذا العقرب لا تنطق. بديل القعقاع هذا بديل القعقاع. ها نعم. هذا الان بطل الحرضه. هذا بطل. ما بتتصوروا جنبه محمد رمضان نمبر 1، تصور جنبه وماسك له هكذا، هذا وداخل يموت. بس احنا خليه يكمل. بدل القعقاع. هذا العقرب ينزل الاماكن كامل، تنزل لها كل الاماكن لحد مثل القعقاع. هذا الكلمه يشجع يموت. والله كفو الشيء هذا من اللي يتكلم، لا تشجعوه يموت. تمام، شجعوه. الله يرحمه. لا تشجعوا فيه يا جماعه، وقفوا قاعدين بتصوروا معه انه هذا عشان لما بالمستقبل اذا صار له شيء مات اياتني انا متصور معه. لا سمح الله، يعني الله يحفظك والله يطول بعمرك، بس وقف هاي الحركات، لا تسوي لنا نفس الحركات تاعت القعقاع، لانه ما حدا بيهتم. هاي اولا انا عم بحكيك يعني هلا بجديه، ما حدا بيهتم انه انا عم بشوف واحد حوالين فوهة بركان قاعد. ايوه والله ما هو محتوى، والله اننا ما شاهدت فيديو الا 2 دي 3 للقعقاع، ما هوش محتوى مهم. انت تودي نفسك الى الخطر هكذا لله في الله. بلفلف ما حدا حيهتم. ما مش إشي بيستاهل انك انت تضيع حياتك عشانه. يعني هاي الكلمه المناسبه اللي حاب احكي لك اياها، مو إشي بيستاهل، لانه ما حدا يعني ما حدا حيهتم. اعمل لنا حركات كالستنكس ولا هاي الرياضه اللي مش عارف شو اسمها، بيعملوا حركات هيك، اعمل لنا هاي الحركات. هاي اوكي هيك تمام، حركات غريبه عجيبه بتعمل بدون ما فوهة بركان ولا شيء، انكترت بتنكسر فيها بهديك الرياضه، يعني ولا انه يصير لك إشي وتفقد حياتك. هذا انا نصيحتي له. كلام بس ما حد يهتم فيه. وش ينزل وش يموت من الاخير هكذا. هذا الاشي، ولا تشجعوا هاي الناس اللي هيك بتعمل اشياء بدون اي جير سيفتي، بدون ما يكون في حمايه، ويلا طالع على اساس انه انا اللي ما حدا ادي. ما نحن شفنا شو صار فيه للقعقاع الله يرحمه. المهم يا اخي ممنوع. احنا نوجه رسالتنا للاداره حق دمت. الاداره هي باللهجه حق اصحاب الضالع، حق اصحاب دمت بالاخص، هي قسم الشرطه بس لهجتهم يقولوا الاداره. فاحنا نوجه رسالتنا للاداره الذي بيشجعوه تحبسوهم ما يخرجوا الا ب10 مليون، وال10 مليون هذه تكون لكم، فاهم؟ اي واحد تشجعه، تشوفوا واحد يشجع من هذا ولا هذا ولا غيره، يشجع واحد انه ينزل الحرده، تحبسون ما يخرج الا ب10 مليون، وال10 مليون هذه بتزوها لكم، هي ما تشتوا.
والله أنا أتحدى أي واحد يزيد ينزل، والذي بينزل تحبسوه ويدفع غرامة أو يحتبس سنة، هكذا سنة. وإذا عادها مرة ثانية من دون ما حد يشجعه، هذه قلنا أي واحد يشجعه حينزل، حيدفع 10 مليون، ما يخرج إلا ب10 مليون. وإذا خرج أو خرج بوساطة إحنا عن نحملكم كل المسؤولية. هذا هو الكلام. رسالتي لإدارة دمت. إدارة دمت والله إنه ونعم فيكم وإن أنتم كفو وإن أنتم تقدروا تضبطوا الأمور، بس لا تضبطوا الأمور بتهديد أو بشيء. فهذا الأمور كفالة مالية الذي الشعب اليمني يخاف منها. والسلام عليكم.